بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صح فطوركم متتبعاتي الوفيات، ان شاء الله تكونوا في افضل احوالكم وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم هذا العصير الطبيعي، يجي خاطر وبنين ومنعش، راح ينفعكم بزاف للصايمين ولاولادكم اللي راهم يعقبوا في الاختبارات، راح يكون مغذي وراح يزيد لهم في النشاط وعلى قدرة التركيز. نديروا جام للفيديو ونبدأ في المقادير وفي طريقة التحضير. عندي 3 حبات تشينا حجم متوسط، حبة من الليمون أو القارص، وعندي 2 حبات من الجزر أو زرودية كما نسميوها حنا في الجزائر. نحكم الزرودية تاعي نجي نقطعها إلى دوائر تكون رقيقة، باش هكذا تطيب لي في وقت قصير، باه ما تديليش الوقت في الطياب. بهذه الطريقة نحطها في طاوة لاني رايحه نطيبها. هذا الزروديه راح تزيد لكم للعصير تاعكم بنه على بنه، بالاضافه فيها فوائد بزاف بزاف، رايحه تفيد الكبار والصغار. كما قلت لكم سيرتو للاطفال اللي راهم يعقبوا في الامتحانات، ربي ينجحهم ان شاء الله. كما شفتوني ضفت مبشور 2 حبات من البرتقال، ونزيد مبشور حبه ليمون. هنا بالنسبه للمبشور تحبوا تستعملوا سكرفاج، كما تحبوا تستعملوا هذيك القشاره تاع البطاطا، رايحه تنحي لكم بكل سهوله. نضيف عليه حوالي لتر من الماء ونحطه على نار متوسطه ونخليه مده 20 دقيقه فوق النار. هنايا نجي نقشر التشينه تاعي، لازم نقشروها جيدا، هذيك القشره البيضاء ايضا نحيوها، لانه هذيك القشره رايحه دير لنا المراره في العصير تاعنا. هنايا بعد ما قشرتهم كامل نجي نديرهم قطع صغار، باش هكذا كي نرحيهم يترحوا معايا بكل سهوله. نحي هذاك الخيط اللي يجي في الوسط كما قلت لكم، لانه راح يدير لكم واحد المراره في العصير تاعكم. وبالنسبه لحبه الليمون ايضا رايحه نديرها الى قطع صغيره، ونحي لها هذوك العلفات اللي لداخل، لانه هذاك العلف ايضا رايح يطلق لكم المراره في العصير تاعكم. هذا العصير بزاف صحي وبزاف بنين، وسيرتو يعني في هذا الوقت راهي لاغريب طايحه، رايح يعاونكم بزاف بما انه غني بالفيتامين سي. صراحه انا ملي مرضت وانايا ما اعتمدته، كي نشربه نحس بالنشاط. هنا ضفت كاس غير ربع من السكر. تحبوا تستغناو على السكر نتوما احرار، لكن هنا بما انه القارص راح حامض بزاف وكي يعود حامض راح يضر في الاستوماء، لذلك انا ضفت السكر. نخلطه ونخليه جانبا حتى هذاك السكر يذوب ويولي على شكل عسل، والتشينه والقارص يطلقوا كامل هذاك العصير تاعهم. هنا كانت الزروديه تاعي طابت، كما قلت لكم ما تخليوهاش طيب مليح باش هكذا ما تفقدش الفوائد تاعها وما تجيكمش فيها كي شغل ريحه لاسوب. يعني كما راه موضح في الفيديو تكون طايبه بصح ماشي حتى تتمعس. نخلط جميع المكونات مع بعض ونجي نميكسيهم. هنا اذا عندكم بلندر ولا طاس تاع روبو تقدروا تستعملوه، اللي ما عندهاش تستعمل البراميكسور، اللي ما عندهاش البراميكسور تقدري تستعملي لاشوار. يعني راح نسهل عليكم العمليه، جربوه واكيد رايح يعجبكم. بعد ما ميكسيت المقادير جيدا نجي نصفيهم باش هكذا نتحصلوا على عصير يكون صافي ويكون خالي من جميع الشوائب. هذا العصير راح يخرج لكم كمية كبيرة ما شاء الله. أنا تحصلت على 2 لتر من العصير وجاء خاثر وبنين ما شاء الله. بالإضافة إلى ذلك صحي، يعني أخدموا حاجة في الدار صحية وبنينة وبثمن أقل. يعني تروحوا تشريوا إطرتين جو من برا أقل شيء راح تلقاوهم 15,000 ولا أكثر. يعني ما عنديش فكرة على الأسعار. بالنسبة لهذا الشوائب اللي فضلوا لي راح نضيف لهم كمية من الماء ونعاود نميكسيهم شوية ونزيد نصفيهم باش هكذا ما نضيع والو من العصير تاعي. اللي وصلت معايا لهذه المرحله ومازال ما دارت ليش جام، نقول لك حبيبتي الغاليه ما تبخليش عليا بهذيك الجام الباهيه تاعك باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. نكمل نصفي العصير تاعي، القوام تاعو يجي اكثر من رائع، يعني الصوره راهي امامكم.
شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي ما شاء الله. تحبوا تتوقفوا في هذه المرحله كيما تحبوا تضيفوا الاضافه اللي ضفتها انا، وهي علبه ياغورت بذوق الليمون. ثم استعملوا اي ذوق حبيتوا، يعني ماشي شرط ذوق الليمون، بما انه العصير تاعنا فيه مجموعه من الفواكه، اي ذوق تدخلوه رايح يخرج معه. انا بما اني العصير تاعي فيه الليمون، استعملت الباطه تاع الياغورت بذوق الليمون. نزيد ميكسي شويه برك باش هذاك الياغورت يتفتح جيدا في العصير تاعنا، رايح يزيد له في القوام ويزيد له في البنة ويجي أكثر من رائع. كما راكم تشوفوا هنا تحصلت على 2 لتر من العصير خاطر وبنين وصحي، راح ينفعكم بزاف سواء للصايمين ولا للأولاد اللي راهم يعقبوا في الاختبارات. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتخليوا لي رأيكم في التعليقات. فبقى لي غير نقول لكم نلتقي في فيديوهات قادمة ان شاء الله. سلام.